مراد، انت عشت في الغربه اكيد من بعد رجعت وقلت ما نجمتهاش تعيش البر مش ما قلتش مش ما نجمتيش. انا ملي طالع من هنا حط في مخي باش نعمل عوام غادي ونرجع، فهمت. انا نحب نعيش في تونس نضال، فهمت. عندي انا تو باسبور سويدي، نجم نمشي ونجي وقت ما نحب، نجم نرجع نعيش غادي. اما نحب نعيش هنا ساعات غادي، عشت عملت 8 سنين باين 7 سنين توا راه نمشي ونجي. اما نحب نعيش هنا ما نكذبش عليك، فهمت. وكان تجيك مثلا خارجه بكونترا باهي نتاع خدمه غادي مثلا مع مثلا جوده انفلونسور مع دي مارك كبار غادي البر سواء في السويد ولا في بلاد اخرى. تخرج ولا ليه كنت تخدم انا غادي، حتى غادي راني كنت تخدم، فهمت. قاعد بشويه تعلمت اللغه. لا ما تو الحاجه الجديده سي تو تجيك كونترا مربوطه باللي تعمل فيه تو مثلا على انستغرام. ما نقعد على طول. لا انا نمشي ونجي، ما نحبش نقعد على طول. ما عادش نحب نقعد على طول، فهمت. اكثر فازه صارت لك وانت في الغربه وتقعد حياتك كامله ما تنساهاش، تنجم تكون فازه تضحك، فازه تخوف، فازه، اما اكثر حاجه قعدت لك في مخك تقول هذه عشت في الغربه وهذه عمري ما ننساها. والله مش انا، هي فازه حاجه عمرك ما حكيتها. هي مش انا. فما واحد تونسي نعرفه في السويد، فهمت، في العيد. وفي العيد غادي يذبحوا في الكومباني صحيح تمشي معني ما تردي باش تذبح واحد الكل، فهمت. هذا تونسي خويا عشان يدبر علوش في السويد، فهمت. علقوا فيك الدرجه تاع الدرجه هذيك. والله راهي مش نورمال الحكايه. واتك عليه خويا، فهمت. الله اكبر. تاع الدرجه في درجه تاع صغار يلعبوا وعلق العلوش، هو حب يعمل جست العائله اللي يسكن بحذاه، فهمت. كان ترى صار اللي ظهر كي جاو البوليسيه لقاوه ينفخ في العلوش والله لقاو واحده قاسمه هزوها في البلاستيك. ما فهموش واش قاعد يعمل السيد. انا ما ننساهاش الحكايه هذه اللي صارت. وهو منين جابوا العلوش ما فيش علاش مسيبين. وذبحوا خويا في جنينه وصغار ماشيه تقرا والناس تجري غادي وبوليسيه تجري. سيريورتي تدريس هبطت الدنيا. قال لي ما يحبوش العيد بعد ما سيبوش. يودي قلت له فاش قاعد تعمل؟ يودي قلت له راهو هذيا كارثه معناها تعمل فيها، فهمت. عمري ما انساه، اقسم بالله العظيم عمري. كتبوا عليه في بلايص كل بيريود كي تشوف توا بك لو كنت تقول لك صعيبه سهله مزيانه حلوه. والله كي البلدان الكل يلزمك مثال كان باش تطلع من الاول وكل لازمك المفتاح تاع البلاد ديما اللغه نضال، فهمت. وانت وقتها عندك اللغه ولا؟ لا ما عنديش لغه، قريت غادي النيفو بشوي بشويه كل شيء. قداش قعدت غادي؟ انا قعدت 8 سنين في الكل. 3 سنين كي نقول 3 سنين معناها انا كنروح مره في العام ولا مره في العامين، فهمت. معناها البريود اللي قعدتها بريود. وفي الاخر في اخر 8 سنين تتكلم سويدوا؟ اي بالطبيعه. هاي قعدت في الاخر باش تخدم على عباد، تلز حتى في باش تاخذ الباسبور، فهمت. دونك لازم اللغه على الاخر، فهمت. بيرمي صعيب على الاخر غادي خويا. 4 مرات طحت فيهم. خذيت الكود المره الاولى، المره الاولى ما خذيتش الكود، خذيته المره الثانيه. انا بدي عاودت عديت البيرمي عندي عامين خذيته عندي عامين يا اخو. اما في السويد فما فازه نضال ريت كي تبدا تسوق واحد دخليش في حيط تعملش اي حاجه باهيه، ما يقولكش خذيته ولا البيرمي، تهبط تروح على روحك يجيك ميل بعد تعيش ستريس عمرك ما ريتو. تقول زعما اش عملت في الرومبوان، زعما الحرق متى من بعد يجيك ميل يقول لك لا 4 مرات انا صارت الفازه هذه 4 مرات خويا اقسم بالله. بعد ايست قلت زيد انا عندي تونسي بربط به غادي. بعد كي هبطت تسوق في تونس شنو حسيت؟ بعد لا ما يلزمك تندمج. ما حسيتش لازمك تعاود تعدي بيرمي في تونس؟ في تونس السوقان ساعه في بالك الصباح كي تخرج نضال راي الناس الكل تخرج تمشي مع بعضها في كياس، العباد والموتورات والتاكسيات وساعات بقره بتعدي كله يتعدى مع بعضه. وفما فازه مش نورمال في الكياس كانت لاحظها يعني نضال. ريت مثال انت تمشي فما عابد شقط على الكياس تونسي ما يقطعش كيس بالمستوي يقطعوا هكا وكي يوصل الماده الاخرى يعمل جريتين زعما بالرسمي راه مش هذا مع عبادك باش تندمج معاهم خويا ويكحرك ويعرفك جريتين. احكي ما تقولناش نيفو التاكسي جماعي، نحن نحكيو مازلنا اللوطه